السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم بقى في شويه سندوتشات الكبده القمر دي يا بنات؟ كبده العربيات، الكبده كما يجب ان تكون. يلا عشان احنا مستعجلين. بصوا يا قمر، احنا معانا كيلو كبده مستورده. ايوه مستورده عشان دي كبده عربيات، ولو كبده بلدي مش هتقول لا، هتبقى تحفه كمان. بصوا احنا اللي انا بقول لكم اللي انا عملت بيه. عملت كيلو كبده، جبت كيلو كبده حطيتها في مصفى، تمام، وتحتها طبق، واستكبرت اكبر توم راس عندك، اكبر راس توم عندك يا قمر استكبريها وفرميها، وفرمي معاها شويه فلفل. ايوه شويه فلفل، فرمي معاها نصها كده، فرمي فيها قرن فلفل، قرنين فلفل، ويا حبذا بقى لو كان سبايسي. معانا فلفل اسود، كزبره، كمون، شويه ملح. ومعانا اي نوع فلفل عندك يا قمر، اي نوع فلفل، فلفل احمر، فلفل اخضر. انا كان عندي اخضر سبايسي ورومي، واحنا بنحب السبايسي قوي فكترت في السبايسي. وربع كوبايه خل. عملت جبت ربع كوبايه الخل، حطيتها على كيلو الكبده، وحطيت ليمونه عصرتها كويس جدا. حطيت ربع كوبايه الخل وحطيت الليمونه وقلبتها كويس كده، خدت ودي بشكل ودي، وسيبيها كده مع نفسها. تعالي بقى جبنا بوله. انا قلت لكم هاتوا نص راس الثوم افرميها مع قرن فلفل. الحركه دي اول سر يا بنات في سر كبده العربيات. عملت حطيتها مع التوابل ومعلقه خل كبيره، وقلبتها كويس جدا. وهنعصر عصره ليمونه، نص ليمونه كده. يلا بقى يا رودي اعصري ما تحرجنيش. ايوه عصرت نص ليمونه وقلبتها كويس. وهنعمل رشه فلفل اسود على الكبده، بتدي برضو بتفرق يا بنات. بصوا بقى، اي دم، اي زفاره، اي ميه نزلت من المصفى. وجبنا نص الخلطه اللي انا عملتها وتبلت بيها. ده تاني سر يا بنات في اسرار كبده العربيات، ان انت تتبلي الكبده بالثوم والفلفل والكزبره والكمون والليمون والخل، تتبليها وتسيبيها. انا ما بسيبهاش، يعني مجرد ما قطعت، بس بوريكم مجرد ما قطعت الفلفل. انا عشان الجريل بتاعي صغير، فانا جبت معايا، يعني معاكي طاسه، او انا كان عندي حله والجريل صغير، حطيتهم الاتنين كل واحده على على عين بوتاجاز، عشان الكبده يا بنات ما ينفعش تكربسي الكيلو كله في حاجه صغيره. عندك صينيه كبيره يبقى تمام جدا. انا ما راحت مني بصراحه ان انا اعملها في صينيه كبيره. قدحت الزيت كويس جدا. تالت سر، اي كبده في الدنيا بلدي مستورده، الزيت يا بنات ما تقدحش، الكبده تزفر على طول، حتى لو تبلتيها بشيخ التوابل. انا قدحت الزيت شديد قوي، قدحته جدا، وجبت بقيت نص التتبيله وحطيتها. ده رابع سر ولا تالت؟ عدوا بقى انتوا. ده من ضمن الاسرار بتاع العربيات اللي بيجيبك من اخر الشارع. بتحطي يا دوبك التتبيله بتاعت التوم في الزيت وهو مقدوح قوي، وما تسيبيهوش، بتقومي ساقطه عليه الكبده. مش عايزه اقول لكم بقى، يا خرابي على الريحه يا بنات، ما شاء الله على الريحه كانت، مش عايزه اقول لكم. وحطيت الكبده وما قلبتهاش على طول، تقلبتين، ورحت جايه شايله تقلبتين ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق 10 دقايق، ورحت شايله الكبده. حلو كده، خلصنا. بصوا القمر، كانت كبده ما شاء الله، طعم وريحه مش عايزه اقول لكم. يلا بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.